ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى ايه، هنصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، وهنعمل كيكة. معايا كوباية لبن وكوباية سكر ونص كوباية زيت، ومعايا بيكنج باودر وفانيليا، ومعايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ومعايا طبعا الدقيق. معايا الدقيق اهوت، هاخد منه 3 كوبايات. هنجيب بقى اول حاجه الخلاط، وهحط السكر والزيت. السكر اهوت في الخلاط، اول حاجه كوبايه السكر وعلى كوبايه الزيت دي، وهنحط معاهم البيض. هضربهم في الخلاط وارجع لكم. خلاص ضربتهم في الخلاط. هحط بقى ايه، معايا ورقه الفانيليا هي دي، هنحطها علشان طبعا ايه زفرت البيض. وهنحط كمان معلقه خل. معلقه الخل دي بقى بتخلي الكيكه ايه يعني كتير، معلقه دلق. حطيت الخل وحطيت الفانيليا، هضربهم مره كمان وارجع لكم تاني. خلاص ضربتهم في الخلاط. معايا بقى كوبايه اللبن دي، بس اخر مره بقى اضربهم وخلاص. خلاص ضربتهم في الخلاط. هنزلهم بقى في طبق زي كده او بوله او اي حاجه. بعد كده هنخل بقى ايه 3 كوبايات دقيق من اللي هي المتوسطه دي. هنخلهم ايه، لازم انخل الدقيق. هاخد 3 كوبايات وانخلهم وارجع لكم. خلاص نخلت الدقيق اهوت. معايا باكو بيكنج باودر اهو، او محسن الكيك اللي هو شيف كيك ده. وهاخد كمان ايه ذرة ملح، لازم الملح يعني عشان بيعدل العجين وكده. وبعدين صلنا على النبي عليه الصلاة والسلام. ذرة ملح بسيطة جدا اهي. وابتدي ايه اعجنها اجيب من تحت لفوق كده اهي. بصوا انا عجينها بقى ايه من تحت لفوق مرتين، يعني كم مرة كده، من ناحية واحدة كده. بتاخد عجن كتير. خلاص كده عملتها خالص اهي. عجنتها خالص، مش عجنتها يعني قلبتها كده بس. هننزلها بقى في الصينيه دي. انا طبعا بالصينيه دهنها سمنه، بدهنها سمنه يعني تدهنيها ماده دهنيه زيت او سمنه اهي. بس كده. في اسهل من كده؟ لا، مفيش اسهل من كده. محطتش فيها ايدي خالص. بس خلاص. هاخد بقى ايه الصينيه دي، هرزعها رزعتين على الرخامه او على الارض، وادخلها الفرن. يعني كده ممكن على البوتاجاز خلاص عشان هو اللي فايطلع. وادخلها الفرن بقى على الرف الوسطاني. خلاص كده يا حبايبي طلعتها من الفرن. شايفين عامله ازاي ومنفوخه ازاي؟ هنسيبها بقى تبرد واقطعها. خلاص كده يا حبايبي قطعتها. هي لسه سخنه طبعا، لما بتبرد بتبقى احسن من كده. شايفين عاليه ازاي وجميله ازاي وطريه اهي. تعالوا بقى اتفضلوا معانا واشوف وشكم على خير. ومع